مساء الخير صبايا، الله يسعدكن. جبتلكن طريقة البيتي فور، جربنها. بدي نص كاسة سكر بودرة، نص كاسة زبدة، ملعقة كبيرة من الفانيليا، ملعقة صغيرة من الباكن باودر، بالإضافة لملعقتين من حليب البودرة، بيضة واحدة، وكاسة ونص من الدقيق. بالبداية ناخذ الزبدة، لاحظن بخلطها شلون بحيث تصير كريمية. بخلطها بأطراف الأصابع. اللي ما عندهاش مكنة تستخدم هاي الطريقة صبايا، طريقة كثير كويسة بتحط مشاعركن بيها. بخلطها شايفات شلون للزبدة بصير عندي بشكل كريمي. بعدين بضيف عليها نص كاسة السكر البودرة صبايا. عقب ما أضيف السكر البودرة بتاخذ معاي العملية حوالي 3 إلى 5 دقائق بالضبط. حاولن تخلطن الزبدة والسكر 100%. بدي السكر والزبدة يصير كريمي أبيض 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 أبيض. شايفات شلون؟ ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله. هاي هي الطريقة الكويسة. خلطته تقريبا ما بين 3 و5 دقائق. بعدين بضيف عليه ملعقة فانيليا، ملعقتين من الحليب البودرة، بالإضافة لبيضة واحدة. كمان حاليا بنخلط حتى يندمج معنا البيض وحليب البودرة والفانيليا. لازم نلاحظ انه البيضة والفانيليا بيختفي تماما، وبتلاحظ انه المزيج بصير خفيف كثير، يعني بشكل رائع جدا. لازم نخلط مظبوط مشان يصير معنا كمان الخليط مرة ثانية بشكل كريمي زي ما انتم ملاحظات. وحاليا بنبلش إضافة الدقيق. أول إشي بضيف كاسة من الدقيق وملعقة صغيرة من الباكن باودر. طبعا هنا بخلط بأطراف الأصابع. أنا بدي تخليط، أنا ما بدي عجن، تخليط. مجرد اندمجت معنا العجينة هيك برد أضيف باقي الدقيق صبايا حتى يخلص عندنا المقدار. بتطلع عندنا العجينة رطبة كثير، بتكون العجينة طرية جدا. بهاي الأثناء بجيب صينية بحط عليها خبز، ورق الخبز، ورق الخبز، وبشكل الأشكال اللي بدي إياها. بشكل بالقمع، بشكل بالمكبث، بشكل بإيدي، زي ما بتحبن. بكون محمي درجة الفرن على 175 لل180 درجة مئوية. تأخذ عملية الخبز تقريبا 15 دقيقة. بصير اللون أحمر من فوق ومن تحت. وصحتين وألف عافية، بتمنى تجربنها. وزي ما حكيت لكم صبايا، نصيحة دائما اتبعن طريقة وضع المقادير، لأنه لما أنت تخبزن الحلويات بالمقادير الصحيحة وطريقة العمل الصحيحة حتكون معاكن الطريقة ناجحة بإذن الله تعالى 100%. لا تنسنا من الدعاء صبايا. ادعى لنا ولأولادنا وإلكن، وإن شاء الله بكون مأكول الهنا وصحتين وألف عافية على قلوبكن صبايا. ويا ميت أهلا وسهلا فيكن. تصبحن على خير.